بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين إيه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. أنا دلوقتي بعمل كمامة لأن كانت في أيام الجائحة اللي فاتت، أيام الكورونا، كان عندي كميات كتيرة أهي حضراتكم كنت بعملها. ساعات كنت أطلعها في المسجد للناس، ففي ناس الأيام دي تعبانة بتشتكي من البرد وكده، فأنا هعمل لهم شوية وأديها لهم. دي كنت عاملها بتاعت أطفال صغيرة، شايفين حضراتكم كده؟ دي كده بتتلبس كده، التانية اللي تحت الكسرة بتاعتها اللي تحت أهي، بس دي صغيرة بتاعت أطفال. إن شاء الله بعمل الكبيرة اهي ثم تخلص إن شاء الله أوريها لكم. بس أنا كنت عايز أتكلم معاكم في موضوع. واحد حكى لي قصة النهاردة في صلاة العصر، بيقول يا حاج محمد، سمعت الحادثة اللي حصلت في دمنهور البحيرة؟ قلت له والله لا، والله يا أبو عمرو لا، ما سمعتش. خير؟ بيقول لي كانت في واحدة ست خيرة بتعمل خير لله كتير، عندها 62 سنة، كانت موظفة مدرسة أو مديرة مدرسة حاجة زي كده وعلى المعاش. المهم تعمل خير للأطفال اليتامى، تعمل أكل، تدفع مصاريف مدارس، المهم تعمل خير لوجه الله سبحانه وتعالى. فبعد ما طلعت معاش مستمرة في الموضوع ده. وبعدين إيه، كان في واحد من الشباب جارها أو قريب منها عنده عربية تستعملها لما تعوز تروح مشوار، تقول له تعالى يا فلان وديني المشوار الفلاني، عايز كام يا حبيبي؟ يقول لها عايز 5 قروش، تروح مديله 7. هي بتعمل خير اصلا لله وهي مبسوطه، ربنا يجازيها خير. المهم الاخ ده بيحكي لي، بيقول له وبعدين راحت تدفع تودي اكل وهدوم وحاجات للشتاء بتاعت المدارس، عشان احنا في الشتاء في مدارس في عيال فقراء في المدرسه اللي هي كانت فيها، فبتعمل خير، راحت توديه، تودي اكل وتودي فلوس وتودي حاجات عادي ما هي عايزه تودي يعني. بعد ما خلصت، في بنت عايزه تتجهز يتيمه في بلد جنبيهم، تسمع عنها هي وعارفاها، قالت له تعالى يا فلان وديني الحته الفلانيه. بعد ما خلصت مشوار المدرسه وهم ماشيين في الطريق، راح محول على مكان، مشي في طريق غير الطريق. فقلت له ليه يا ابني كده؟ رايح فين؟ قال لا ده في مشوار هنا هعدي عليه وانا رايح بالمره. قال له طب ماشي. جه راكب في الكرسي اللي قداماني معاه، ففي وسط الطريق وقف وراح نازل من العربيه، فتح الشنطه بتاعت العربيه من ورا، وراح مطلع كوريك العربيه ونده عليها. هي راكبه من قدام معاه في الكرسي اللي قداماني. المهم مش مديه يا اخوانا، ففتحت الباب وبتبص كده تشوف بينادي على ايه، عايزها في حاجه، راح ضربها على راسها بالكوريك، راحت واقعه. واحده عندها 62 سنه، لا حول لها ولا قوه، ضعيفه. وده شباب من الافتراء بتاعه بعد ما ماتت والدم بهدل الدنيا، مسك الكوريك وقعد يضرب فيها لما كسر عظمها وهي ميته. ليه الانتقام ده؟ ليه الناس بتعمل كده؟ ليه الناس بعيده عن دينها؟ ليه الناس بعيده عن دينها ليه؟ طب دلوقتي انت هيتحكم عليك بالاعدام، اتمسكت، خد الموبايل بتاعها، بنتها تتبعت الموبايل، لقيته في الحته الفلانيه مع الافندي، اتقبض عليه،
بيتحقق معاه دلوقتي. ليه كده؟ يقول لي ولادها بيحلفهم انه كان بيطلب 5 تديله 10. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. ليه بنعمل في بعض كده؟ ليه الشيطان يضحك عليه كده؟ ربنا يجازيه. ده يستحق الاعدام فعلا. ده الاعدام شويه فيه. الاعدام شويه فيه. هنقول الفقر، انت عندك عربيه. الشيطان ضحك عليك. بصوا حضراتكم، دي كده، دي كمان حضراتكم اهي، هتتكوي، تلبس كده، شد كده، هي من القماش، ذكر. ربنا يشفي كل مريض ويرفع عنا البلاء والوباء يا رب. يا رب ترفع عنا البلاء والوباء يا رب. يا رب اهدي شباب المسلمين واهدي بنات المسلمين لطاعتك يا رب. يا رب احسن خاتمتنا يا رب، احسن خاتمتنا يا رب. يا رب ارجو من اصدقائي واحبابي اشتركوا في قناتي عشان عايز مشتركين كتير، لسه بدري. وربنا يجازيكم خير. التعليقات الحلوه ما تنسونيش بيها. انا بحس براحه نفسيه لما بسمع تعليقاتكم الجميله. ربنا ما يحرمنيش منكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.